سمع صوت مرا كضحك. ما بقى شاف ما بقى سمع. السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تبخلوش عليا بواحد لايك والاشتراك في القناة، راه الدعم ديالكم هو اللي كيشجعني باش نستمر ونجيب لكم قصص واساطير مرعبة. واخا ثانية وحدة من وقتكم كتعاون القناة بزاف، واخا لايك بسيط ولا كومونتير راكم كتدفعوني نقدم الافضل. ودابا شدوا راسكم مزيان باش تعيشوا معايا اجواء كاملة، حيت الليلة غادي نسافروا لمدينة مكناس ونحكيو على واحد من اكثر الاساطير رعبا وغموضا في المغرب، اسطورات بغلات القبور. قصة خلات ناس زمان كيسدو عليهم البيبان ملي كتغرب الشمس وما كيخليو حتى واحد يخرج بالليل. ولكن واش كانت مجرد خرافة ولا كان فعلا شي مخلوق مرعب كيدور بين المقابر والزناقي المظلمة؟ خليونا نكتشفوا الحقيقة. في زمان في مكناس كانوا الناس كيهضروا على مخلوق سميتو بغلة القبور. ماشي بغلة عادية، ولكن مخلوق نصو مرا ونصو بغلة، كانت كتسكن في المقابر وكتخرج غير بالليل من بعد العشاء وترجع قبل الفجر. كيقولوا بلي هاد بغلة القبور كانت في الاصل مرا دارت ذنب كبير ومن بعد ماتت وتعاقبات وتمسخات لهاد الشكل اللي كيخوف. كانت لابسة الابيض وكتجر سلسلة كبيرة ديال الحديد، وفوق السلسلة كان كيتسمع من بعيد وكيزرع الرعب في قلوب الناس. الحاجة الغريبة انها ما كانش كتأذي العيالات، بالعكس كانت كتخليهم في حالهم. ولكن الرجال كانوا كيخافوا منها بزاف، حيت كانت كتستهدفهم وتقدر تأذيهم، وكانت كتخرج من مقبرة سيدي عياد وتمشي حتى الباب الكبيش، ولكن ما كانت كتقدر تفوتو وتا حد ما عرف علاش. ومن بعد ما ولات كتخوف الساكنة بزاف، مشاو الناس يطلبوا مساعدة من الأولياء الصالحين، وكيقولوا بلي في واحد الليلة تجمعوا أرواح الأولياء ودارت محاكمات بغلات القبور، ومن بعد الدعاء والتوسل لله تحكم عليها ترجع لعالمها وما تبقاش تضر البشر. ومن داك النهار اختفت بغلة القبور ومبقاش كتبان، ولكن الحكاية ديالها بقات كتحكى بين الناس جيل من بعد جيل، وولات من أشهر الأساطير والخرافات الشعبية ديال مدينة مكناس. وكيبقى الله اللي عالم بالحقيقة، حيت هادي غير حكاية من التراث الشعبي المغربي اللي كان الجدود كيوريوها للصغار باش يخوفوهم وما يخرجوش بالليل. ولكن كاين شي ناس كبار في العمر كيأكدوا بلي ماشي غير حكاية، وكيحلفوا بالله انهم سمعوا صوت السلسلة ديال بغلات القبور بعينيهم، عفوا بودنيهم، في ليلة الصيف. كيحكيو ان واحد الراجل من حي الزيتون كان راجع لدارو متأخر في الليل، كانت الدنيا مظلمة غير الضو ديال القمرة خافت فوق السور القديم. وهو كيدوز حدا المقبرة سمع صوت
شي حاجة كتجر بحال شي سلسلة كتحك في الأرض. وقف شوية وقال في بالو يمكن غير شي حيوان، ولكن الصوت بدا كيقرب كتير. واحد اللحظة شاف من بعيد شي حاجة بيضة كتحرك بين القبور. قلبو بدا كيضرب، جمع راسو ومشى بالزربة، ولكن الصوت باقي تابعو. زاد هربان كيجري والصوت زاد معاه. من بعد سمع صوت مرا كضحك. ما بقى شاف ما بقى سمع، بدا كيجري بكل ما عنده. ومن وصل للدار طاح قدام الباب، سخف وفقد الوعي. في الصباح لقاو في حوايجو آثار طراو ديال المقبرة، ووجهو كان صفر بحال شاف الموت بعينيه. ومن داك النهار ما عمرو خرج من الدار، وكيقولوا بلي تسطى ولا كيهضر غير بوحدو. وبقات الحكاية كتزاد عليها التفاصيل مع السنين، حتى ولات بغرات القبور أسطورة مرعبة كيعرفها كل واحد في مكناس. وكيقولوا بعض الشيوخ سواء كانت حقيقة ولا خرافة، راه الليل ديال زمان ما كانش بحال الليل ديال اليوم، وكانت أسرار كتيرة كتخبيها المقابر والأسوار القديمة. ودابا جا الدور ديالكم، واش كتأمنوا أن بغلات القبور كانت حقيقية وقعت بالفعل، ولا كتشوفوها غير أسطورة وخرافة من التراث الشعبي؟ كتبوا لنا الرأي ديالكم في التعليقات، وغادي نقرا جميع التعاليق ديالكم. وإلا عندكم شي ملاحظة على الفيديو قولوها لي في التعليقات باش نصحها في الفيديو الجاي.